لو هتشوف اكونت ياسمين عبد العزيز او احمد العوضي هتلاقي دايما في كده مناوشات بينهم او في اخبار شبه بعض بتنتشر في نفس الوقت. يعني مثلا هتلاقي لما حلقة احمد العوضي في العيد او في رمضان قصدي كانت بتتذاع مع رامز جلال وقال له انا هتجوز على العيد او بعد رمضان. تمام، بعدها لقينا خبر انتشر برضو ان ياسمين عبد العزيز هترتبط بعد رمضان. فتحس ان هم بيردوا على بعض. من كام يوم او من كام يومين من كام ساعه بالظبط نزل خبر ان ياسمين عبد العزيز هتعمل مسلسل مع كريم فهمي. يبدو كده ان كريم فهمي مثلا وقت ما كانت متجوزه مع احمد العوضي كان بيغير منه احمد العوضي، وارد الله اعلم محدش عارف، مع ان هم طبعا النقطه دي ردوا عليها في الصحافه. كان وقتها سالت يعني ياسمين عبد العزيز وسالوا احمد العوضي فقالوا لا ده عادي هو ممثل زميل وكده. لكن يبدو ان الموضوع ما كانش غير كده، لان بعد ما ياسمين عبد العزيز اعلنت بالبوست ده ان كريم فهمي معاها في المسلسل اللي جاي وحطت شريطه سودا كده، مع ان شكله طبعا معروف قوي ان هو كريم فهمي، وقالت يا ترى مين بطل المسلسل الجديد وننسى اللي كان. وانا مش عارف ليه دايما مسلسلاتها وننسى اللي كان ونقابل حبيب ونحب تاني ليه، حاسس ان هي كلها نفس النمط يعني. المهم وهيطلع فيها نفس الاشخاص صراحه، نفس المؤلف نفس مدير التصوير نفس المخرج نفس بدرية طلبة ونفس ايمان السيد وبرضه كريم فهمي. المهم راح منزل برضه احمد العوضي، تحس انه ردا عليها منزل رحمه احمد اللي دايما احمد عوضي احنا عملنا حلقه كامله عن رحمه احمد دي، ان هي تقريبا الممثل الوحيد هو اللي معترف بيها هو احمد العوضي. ويعني نزل صوره معاها وقال ان هي موجوده معاه في المسلسل. فيا ترى برضه هل هي فعلا برضه في غيره كان وقت الجواز يعني معاها؟ معرفش. وهل هي كانت بتغير مثلا منها ياسمين عبد العزيز فهو بيرد، ولا الموضوع اصلا ملوش علاقه بالكلام ده كله؟ دي كلها تكهنات يعني بعض الناس اللي علقت ما بين البوست ده والبوست بتاع احمد العوضي.